10 يوليو سنة 2016 بمدينة تايبي في تايوان. اتنين رجالة داخلين فرع بنك لابسين كمامات طبية وطواقي صيد عشان يخفوا هوياتهم. واحد منهم واقف عشان يحرس المدخل، والتاني دخل البنك وفضل واقف قدام ماكينة الصرف. لكن الراجل ما عملش أي حاجة، هو بس فضل واقف مستني. وبعد ثواني حصل شيء غريب، الماكينة بدأت تطلع فلوس بشكل هستيري. كل اللي الراجل ده عمله إنه فتح الشنطة اللي كانت معاه وبدأ يجمع الفلوس اللي بتطلع من المكنة. لكن فجأة شخص غريب يبتدي يقرب من فرع البنك، وفورا الاتنين يسيبوا المكان ويمشوا عشان يسيبوا وراهم مبلغ 60,000 دولار مرمي على الأرض. الراجل الغريب ده دخل واستوعب إنه داخل مسرح جريمة، وما ترددش وطلب الشرطة فورا. وفي الوقت اللي الاتنين دول كانوا بيلموا فيه الفلوس، نفس المشهد ده كان بيتكرر مع 20 شخص تانيين في فروع مختلفة من نفس البنك. هجوم سيبراني معقد استمر لأكتر من سنتين، استهدف أكتر من 100 مؤسسة مالية في أكتر من 30 دولة، والفلوس اللي اتسرقت وصل تقديراتها لحوالي مليار دولار. ازاي الحرامية عرفوا اللحظة اللي الفلوس هتطلع فيها من المكنة؟ والأخطر، مين اللي أصدر أمر للماكينات دي إنها تطلع الفلوس؟ السلام عليكم، أنا مصطفى عادل، ودي قناة تسريب خفي. قصة النهاردة ولا قصص الخيال العلمي، مليانة إثارة وغموض وتحديات، فجهزوا نفسكم. وبعد إذنكم ادعموا الفيديو باللايكات والكومنتات، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان اللي جاي أخطر بكتير. وبسم الله فلنبدأ التسريب. يوم 8 إبريل سنة 2014 في واحد من بنوك أوكرانيا، موظف عادي قاعد قدام جهاز الكمبيوتر ولسه بيبدأ يومه في الشغل. وصل له إيميل رسمي مكتوب بنفس الطريقة بتاعة البنك، وفي المرفقات دي كان في ملف شكله عادي. الموظف فتح الملف وبص على المحتويات اللي فيه وقفله ورجع يكمل شغل. في اللحظة دي في برنامج خبيث اشتغل في الخلفية من غير ما يدي إنذار. برنامج فتح باب خلفي داخل الجهاز لحد من بعيد يقدر يتابع الكمبيوتر ده بيتعمل عليه ايه، ويسجل كل الاوامر وضغطات الكيبورد. لكن جهاز الموظف ما كانش هو الهدف، ده كان الباب اللي المخترق دخل منه. الشخص اللي دخل بدأ يتحرك جوه شبكة البنك بهدوء من جهاز لجهاز، وبيدور على كلمات مرور وحسابات بصلاحيات اعلى لحد ما قدر يوصل للدومين كنترول. ده المفتاح الرئيسي للشبكة اللي لو قدرت تسيطر عليه هتوصل لحسابات الموظفين والخوادم والأنظمة اللي بتحرك الفلوس. يعني من الآخر المخترق بقى شايف البنك من جوه وبيراقبه. لكن الغريب إنه في التوقيت ده ما سرقش أي فلوس، واللي دخل الشبكة ما كانش شخص واحد، دي كانت شبكة إجرامية منظمة اسمها كارباناك. مجموعة مبرمجين ومخترقين قرروا يغيروا شكل سرقة البنوك للأبد، وبدل ما يسرقوا حساب عميل دخلوا البنك نفسه. أول ما دخلوا ما بدأوش السرقة، قعدوا شهور يراقبوا الموظفين ويفهموا النظام بيشتغل إزاي، وكانوا بيسجلوا الشاشات والتحويلات وبيختبروا الثغرات ويسيبوها، وكانوا بيدرسوا التحويلات بتتعمل ازاي ويعرفوا الحسابات بتتراجع امتى، وكل موظف عنده صلاحية يعمل ايه. بعد شهور من المراقبة والدراسة العصابة فهمت نظام البنك بالتفصيل، وفهموا ان التحويلات بتتراجع كل 9 ايام، ومين بيوافق عليها والبيانات بتتسجل فين. لكن كان قدامهم مشكلة، اي مبلغ هيخرج من الحساب لازم يكون دخل الحساب الاول، والا النظام هيكتشف ان في سرقة بتحصل. عشان كده العصابة ما غيرتش رقم الرصيد وبس، دول زرعوا معاه حركة وهمية، والحركة دي بتقول ان في مبلغ دخل الحساب مع ان مفيش حاجة دخلت اصلا. يعني الحساب لو فيه 1000 دولار، النظام يشوف ان فيه 9000 دولار اتحولوا، فمجمل الرقم اللي في الحساب دلوقتي هو 10000. بعدها العصابة تسحب ال 9000 وتحولهم لحسابات تانية، والحسابات دي بتكون لناس تبع العصابة بيكونوا فاتحين حسابات في نفس البنك. وفي النهاية الحساب يفضل فيه 1000 دولار، نفس المبلغ اللي كان موجود فيه من الأول. بالنسبة للمراجعة السريعة كل حاجة شكلها عادي وطبيعي، في مبلغ دخل ونفس المبلغ خرج، والرصيد النهائي ولا اتأثر ولا اتغير. لكن دي كانت طريقة واحدة من 3 طرق هم كانوا بيسرقوا بيها البنك، والطريقة التانية ما كانوش محتاجين يعملوا إيداع مزور، هم وصلوا للحساب التشغيلي بتاع البنك. يعني من الآخر هم سيطروا على الفلوس بتاعة البنك نفسه، ودي اللي قيمتها ممكن تتعدى ال 100 مليون دولار. فكانوا بيحولوا الفلوس من
حساب البنك لحسابات تحت سيطرتهم، لكن التحويل اللي بملايين ده مش هيتعمل بمجرد ضغطة زرار. في بيانات لازم تتكتب وخطوات مراجعة لازم تتعمل، وأشخاص معينين بعينهم هم اللي عندهم صلاحية الموافقة على المبالغ دي. وعشان كده العصابة كانت بتراقب الموظفين بالشهور عشان تحفظ العملية بالكامل، ومين بيراجع الطلب، وإمتى العملية تنجح وتبقى قيد التنفيذ. ولما حفظوا كل خطوة بدأوا يقلدوا الموظف الحقيقي. العصابة بتدخل بصلاحية موظف التحويلات وتصدر أمر بتحويل الفلوس لحساب مجهز باسم وسيط. وبالنسبة للنظام هنا، هو مفيش هاكر دخل من بره، هو في موظف مصرح له إنه يخش ودخل بكلمة مرور صحيحة وعمل بنفسه العملية. وكل تحويل كان بيتعمل كان بيصعب المهمة أكتر على المحققين، إن هم يعرفوا يتتبعوا الفلوس دي كانت فين وراحت فين. والعصابة كانت بتستخدم نظام البنك كأنهم هم الموظفين، لكن الطريقة دي كان عندها مشكلة، لأن تحريك الفلوس بين الحسابات كان بيسيب أثر، اسم حساب وبنك مستلم وسلسلة تحركات وتحويلات ممكن تتتبع بسهولة. عشان كده العصابة كان عندها طريقة أسرع، والطريقة دي بدأوا يعملوها لما وصلوا للنظام المسؤول عن ماكينات الصرف. ومن هنا العصابة كانت بتختار ماكينة محددة وتحدد إمتى الماكينة تطلع الفلوس دي، وفي نفس اللحظة يكون في شخص واقف قدامها بيجمع الفلوس. وده يرجعنا لليلة 10 يوليو سنة 2016، لما عشرات الأشخاص اتوزعوا على فروع مختلفة في تايبي. لكن العملية دي ما انتهتش زي العمليات اللي قبلها، لأن الكاميرات سجلت الأشخاص دي وبدأوا يراقبوهم ويتتبعوهم. وطبعا الفلوس دي ما اختفتش، لأن بعد كل عملية ما كانت بتحصل كان بيظهر عجز في البنك. لكن المشكلة إن البنوك كانت شايفة النتيجة من غير ما تعرف إيه السبب. بنك في أوكرانيا طلب مساعدة من شركة كاسبرسكي، وقال لهم إن ماكينات الصرافة كانت بتطلع فلوس وتفقدها في أوقات غريبة. فريق كاسبرسكي وصل البنك وبدأ يفتش نظام الماكينات، فحصوا الأقراص وراجعوا البرامج وسجلات التحويلات، لكن مفيش أي حاجة غريبة. وهنا ظهر الاحتمال الأخطر، إن الماكينة مش هي اللي مخترقة أصلا، والأمر جالها من مكان تاني من شبكة البنك عنده صلاحية يبعت أوامر للماكينات كأنها جاية من النظام الحقيقي. لكن في الوقت ده فريق كاسبرسكي ما كانش عنده دليل كفاية، والتحقيق وقف لحد ما بعد شهور وعلى حوالي الساعة 3 الفجر موظف من البنك الروسي اتصل بفريق كاسبرسكي وقال لهم بصوت متوتر في حد قدر يسيطر على الدومين كنترول، المفتاح الرئيسي لكل أنظمة البنك. خبير من كاسبرسكي وصل وقعد مع موظف الاي تي بتاع البنك، وقعدوا قدام النظام الرئيسي ولاحظوا ان في حاجة غريبة بتحصل، ان نظام البنك بيبعت بيانات لخوادم خارجية. الخبير بدأ يفتش جوه النظام ويدور لحد ما وصل لأداة بتسمح لحد من بعيد يشوف اللي بيحصل على الجهاز وكمان بيتحكم فيه. وهنا خطرت على باله فكرة، ان لو المخترق قادر يشوف الجهاز فممكن يكون بيعرف يتحكم فيه. الخبير هنا فتح ملف وورد وكتب بالروسي مرحبا. استنى ثواني وبعدها حصلت المفاجأة، مؤشر الماوس بيتحرك وبيتكتب قدامهم في الشاشة مرحبا، وبعدها كمل وقال لن تمسكوا بنا. الخبير رد وقال له هنمسككم. فالمؤشر اتحرك تاني والهاكر رد لا مش هتعرفوا تمسكونا. وفي اللحظة دي فريق كاسبرسكي فهم حاجة مرعبة، المخترق كان موجود وشايفهم وكان بيتابع التحقيق لحظة بلحظة. والمحققين بدأوا يدوروا على الملف الخبيث اللي مستخبي جوه النظام، وبعد بحث طويل المحققين قدروا يوصلوا للبرنامج اللي كان فاتح الباب الخلفي للهاكر يخش منه، ولقوا أجزاء من الملفات كان اسمها كاربيرب وأجزاء تانية كان اسمها أناك، ومن هنا اسم العصابة بقى كارباناك. فريق كاسبرسكي بدأ يراجع البيانات ويقارن اللي حصل في بنك أوكرانيا ببنك روسيا، ووصل إنها نفس البرمجيات ونفس الطريقة والأسلوب استخدموا في البنكين. وهنا الصورة اكتملت واتضح إن ورا كل الهجمات دي كانت منظمة كارباناك. وفريق كاسبرسكي اكتشف بعد الفحص إن في أكتر من 100 بنك مخترق في أمريكا وروسيا والصين ودول أوروبية كتير، وبعض البنوك خسروا أكتر من 10 مليون دولار في عملية واحدة. والتقديرات الإجمالية للسرقة وصلت لمليار دولار، واحدة من أكبر سرقات البنوك في التاريخ. والأول مرة المجرم ما يبقاش بيطارد حساب عميل، ده بيطارد البنك نفسه. كاسبرسكي بدأت تتعاون مع البنوك واليوروبول ومنظمات أمنية تانية في مختلف الدول، وقدروا يوصلوا لبعض خوادم العصابة. لكن كل ما خادم يتقفل المهاجمين كانوا بيغيروا أدواتهم وينقلوا عملياتهم
لمكان تاني، والمحققين هنا كانوا بيطاردوا كود، والكود ده ممكن يتنسخ ويتحط في نظام تاني عادي جدا. لكن العصابة كان عندها نقطة ضعف، مهما كان الهجوم الإلكتروني مخفي ومحمي بشكل ذكي إلا كان لازم حد يستلم الفلوس دي بنفسه. وفي يوليو سنة 2016 العصابة نفذت عملية تايوان، والعملية نجحت، لكن رجالتهم على الأرض سابوا أول خيط حقيقي، الخيط اللي هيغير التحقيق من مطاردة كود لمطاردة أشخاص حقيقيين على أرض الواقع. بعد ما البنك اكتشف السرقة، الشرطة رجعت لكاميرات المراقبة في الفروع والشوارع والفنادق ومحطات القطار، وأكتر من 500 شرطي كانوا بيراجعوا التسجيلات ثانية بثانية، من لحظة وصول أول شخص للماكينة لحد المكان اللي الشخص ده وصل له واستقر فيه. كل نقطة كانت بتضيف دليل جديد للتحقيق، والتحقيق كشف إن العملية دي ما كانش بيعملها 2 أو 3، دول طلعوا أكتر من 22 شخص شاركوا في جمع الفلوس، وأغلبهم كان من روسيا والباقي من دول في أوروبا الشرقية. والشرطة كانت بتسابق الوقت لأن في أكتر من 19 شخص خرجوا بره تايوان، وفضل 3 بس جوه البلد، ودول اللي كان معاهم الجزء الأكبر من الفلوس. صورهم بدأت تنتشر في المواصلات ووسائل الإعلام والفنادق، فالثلاث أشخاص دول بقوا محاصرين ومش عارفين يتحركوا. واحد منهم خد شنطتين رياضة وحط فيهم الفلوس وخباهم في حديقة عامة، وبعدها هرب على منطقة بعيدة عشان يستخبى. لكن الشرطة وصلت له، ولما رجعوا معاه للحديقة لقوا شنطة واحدة بس، والشنطة التانية اختفت. والشرطة لما رجعت الكاميرات لقوا إن في راجل كبير لقى شنطة وفتحها وشاف الفلوس واعتبرها رزق جايله من السما، فخدها وروح بيها البيت. وفي مكان تاني واحد من أفراد الشبكة خبى الفلوس جوه شنطة كبيرة وحطهم في خزنة جوه محطة القطار الرئيسية. بعدها بشوية في 2 وصلوا لتايوان من أوروبا الشرقية، راحوا المحطة وفتحوا الخزنة وخدوا الفلوس، والاتنين دول راحوا يتغدوا. الشرطة دخلت عليهم وطلبوا منهم يبعدوا ايدهم عن الترابيزة، واعتقلوهم وخدوهم لأوضتهم. ولما طلعوا الأوضة وفتحوا الشنطة لقوا حوالي 1.5 مليون دولار. وفي نهاية المطاردة الشرطة التايوانية قدرت تستعيد 90% من الأموال المسروقة، واتقبض على 3 من اللي جمعوا الفلوس. لكن ال3 اللي اتقبض عليهم كانوا مجرد جنود على رقعة الشطرنج، وما يعرفوش مين العقل المدبر للعملية أصلا. لكن الشرطة لقت صور على تليفون واحد من الأشخاص اللي قبضوا عليهم، والصور دي كان فيها رزم لعملات نقدية مختلفة ورسائل متبادلة مع شخص ما حدش وصل له قبل كده. الصور والرسائل اللي على التليفون كانوا زي الخريطة، الرسائل بتحدد أماكن ومواعيد تسليم الفلوس. كل رسالة كانت بتوصل لشخص، والشخص ده توصله لحساب، والحساب ده يبتدي يفتح خيط في دولة تانية. عشان كده تحقيق تايوان ما فضلش جوه تايوان بس، معلومات اتشاركت مع اليوروبول والاف بي اي والشرطة الاسبانية، بدأوا يجمعوا كل الأدلة والخوادم اللي استخدمتها البرمجية دي. كل خيط لوحده ما كانش كفاية، لكن لما اتحطوا جنب بعض اسم واحد بدأ يتكرر، دينيس كي، راجل أوكراني عايش مع مراته وابنه الصغير في أسبانيا. ودينيس كان المشتبه فيه إنه العقل المدبر لشبكة متوزعة على أكتر من دولة، مخترقين ومطورين ووسطاء لغسل الأموال، والأرباح كانت بتتحول لعملات رقمية أو بطاقات فيزا مدفوعة، وبعدها تستخدم في شراء عربيات وبيوت فخمة. المحققين فضلوا يراقبوا دينيس تحركاته ومشترياته والأجهزة اللي بيستخدمها لحد مارس سنة 2018. الشرطة الأسبانية خدت القرار وبدأت تتحرك، ووصلوا ناحية بيته في أسبانيا. لكن كان أهم حاجة في الخطة إن هم يقبضوا على دينيس واللابتوب بتاعه مفتوح، نفس اللي حصل مع روس أولبرت في حلقة سيلك رود. ولو ما شفتش الحلقة هسيب لك اللينك بتاعها هنا أو هنا، ابقى خش شوفها وانت هتفهم. الشرطة وصلت البيت وجاهزة للاقتحام، وقبل ما دينيس يلحق يتحرك كانت الشرطة قبضت عليه واللابتوب مفتوح، وفريق الأدلة الرقمية دخل فورا وبدأ ينسخ الملفات والأدلة. وفي البيت الشرطة صدرت أجهزة الكمبيوتر ومستندات وحاجات غالية قيمتها وصلت ل500,000 يورو، وصدروا عربيتين فخمين وعقارات، وجمدوا حسابات في البنك قيمتها وصلت ل1,000,000 يورو. ودينيس كان معاه حوالي 15,000 بيتكوين، وفي وقتها كانوا يعملوا حوالي 162 مليون دولار، وبقيمة النهاردة يوصلوا لحوالي مليار دولار. دينيس اتقبض عليه وواجه تهمة إن هو العقل المدبر لمنظمة كارباناك. لكن القبض على دينيس ما كانش معناه إن القضية انتهت، لأن الشخص اللي قدام الشرطة ما عملش كل ده لوحده،
كان في مبرمجين ومخترقين ووسطاء لسه مجهولين، والأخطر إن معظم الفلوس اللي اتسرقت ما رجعتش، والأموال اللي الشرطة صادرتها يا دوبك نقطة في بحر. ومع مرور الوقت نفس الأدوات والأساليب ظهرت بس مع مجموعة تانية، وفي نفس السنة اللي اتقبض فيها على دينيس اتقبض على 3 أوكرانيين تانيين. وده كشف المشكلة الحقيقية، إن الشرطة ممكن تقبض على مبرمج لكن الكود ممكن يتنسخ ويتعدل ويتنقل لشخص تاني، لأن السلاح الحقيقي ما كانش برنامج بعينه، ده كانت الفكرة اللي وراه. كارباناك نجحت لأن موظف فتح ملف شكله عادي، وده كان تسريب خفي. وفي النهاية اللي نتعلمه من القصة دي واللي يخصنا إننا ما نفتحش أي ملف أو لينك غير لما نتأكد منه الأول، لأن ممكن اللي يكون وراه مهما كنا بنثق فيه يفتح علينا باب النهاية. سلام.